قولي يا منى. ايوه حضرتك، انا عندي 23 سنة. ايوه. ومتجوزة. ايوه. ومعايا طفل. ايوه. دلوقتي جوزي بقاله 3 شهور هاجرني. من قبل رمضان؟ مصاريف ولا سؤال عن ابنه ولا اي حاجة. من قبل رمضان؟ قاعد لوحده ولا مع مامته؟ قاعد مع مامته. وساب لكم الشقة؟ مامته تحتية في الشقة اللي تحتية. بيت عيلة؟ بتاع مامته ولا بتاع ابوه؟ بتاع باباه. واخواته متجوزين؟ عنده رجالة متجوزين؟ لا لا لا. يعني هو الراجل الوحيد اللي متجوز، مالكيش منافس يعني؟ يعني مالكيش سلفة بتنافسك؟ لا بس لا ما في. وحماتك موجودة؟ هي حماتي هي المشكلة اصلا. عشان كده انا كنت حاسس يعني هو انت لازم تطلقها. هي ليه شايفه ان لازم؟ ايه السبب؟ انا مش قادر اقعد معاكي ومش قادر اقرب منك ومش قادر اعيش معاكي. من فضلك انت شايفه هي ليه بتقول له لازم تطلقها؟ زعلانه منك ليه؟ هي يعني ما بتحبنيش خالص. ليه؟ هي ما كانتش عايزه الجوازه دي اصلا من الاول. من الاول يعني هي كانت عايزه واحده تلبس قصير تلبس ضيق تمشي على مزاجها. هي كانت عايزه كده. طيب انت لما ربنا رضاكي بالولد، الولد سميتيه ايه الاول؟ هي كانت عايزاني اسميه، قالت لي سميه لوط عشان نبقى كلنا قوم لوط مع بعض. احلفي. نبقى كلنا لواط في بعض. احلفي. والله العظيم. قالت لك الكلمه دي؟ دي جريئه قوي. وكمان قالت لجوزي مادام كده كده هو الطفل، هي عايزه تاخد ابني مني يقعد معاها تحت من غير امه. فاول بس انا عايز اصلح معلومه لحضرتك ولحماتك وللدنيا كلها. انت عارفه حبيبتي اسم لوط ده اسم نبي. حضرتك انا عارفه، بس يعني مش عيب. لا لحظه يا فندم، لحظه معلش. هي بس حتى بعد ما قالت لي الكلمه دي قالت لي طب خلاص سميه على اسم كفار قريش. لا اسم من اسامي كفار قريش وسميه عليه. لا هي شايله قوي. انا اعتقد انها يعني نفسيتها فيها عندها حموضه. هي ضغط عليه دلوقتي. لا لحظه واحده. لحظه واحده بس، انا عايز اسال سؤال عشان يهمني السؤال ده قوي. اتفضل حضرتك. هي حماتك بتصلي؟ بتصلي وبتروح جامع وكل حاجه. يبقى بتهرب. بتطلع عليا في كل حاجه. عارفه انا سالتك السؤال ده ليه؟ لانها لو ما بتصليش وقالت لك سميه على اسم كفار قريش كان لينا كلام تاني. انما هي بتصلي ومسلمه، لكن مسلمه لسانها شويه يعني جريء شويه، لكن هي رافضه الجوازه، رافضه الاسم. وحتى اسم الولد قالت لك سميه كذا مش قابلاه ليه؟ مش حابه حفيدها ليه؟ قفلت. بقول لأبو لوط على اسم اللي اخترعته والدته يعني له، ولوط اسم نبي عليه السلام وعلى نبينا وعلى كل النبيين الصلاة والسلام. انت راجل مسلم وعبقري. كل مسلم في نظري انا عبقري. اللي ما عندوش عبقرية راجع ايمانه وراجع نفسه. مش لازم يبقى خليدس وفي توارث ومس